صدق اللي قال ادي العيش لخبازه. فعلا المثل ده صحيح جدا. لو كل ست بيت طبقته في حياتها هتعيش مرتاحة، من غير أمراض، من غير تعب، من غير أي حاجة. كلنا كل الستات خارجة من العيد تعبانة بسبب إيه؟ غسيل سجاجيد، تنفيض، هلكة. فعلا حاسة إن كل الستات قضت العيد في البيت نايمة من التعب. ده غير بقى المسكنات اللي خدتها عشان تقدر إن هي تواصل تاني بعد العيد. ده موضوع فيديو النهارده، ادي العيش لخبازه. لو اول مره تشوفيني، انا غاده عرابي، دي قناتي، قناه الستات في مصر. اهلا بيكي. النهارده هنتكلم في الموضوع ده، ازاي انتي تحافظي على صحتك وفي نفس الوقت بيتك يبقى نظيف برضو وكل حاجه، بس من غير ما تهلكي نفسك. في بدائل كتيره غير ان انتي تشتغلي بنفسك. زي ايه؟ زي غسيل السجاجيد. لو فكرنا فيها ان احنا نوديها مغسله، هتتغسل كويس جدا، لان في المغسله دلوقتي اي مغسله دلوقتي بقى فيها مكن مخصوص بيغسل السجاد، بيطلعها نظيفه زي الفل. طب السعر غالي. هقولك التوفير بيبقى من ايه. انت كده هتوفري فعلا، حتى لو سعرها غالي في المغسله عن البيت، انت متهيألك انت بتوفري. طب تيجي نحسبها سوا. في المغسله ممكن هياخد اغلى، لكن انت هتفكري في ايه تاني؟ يعني في البيت لو غسلتيها هتتكلف قد ايه؟ هتجيبي مسحوق، هتغسليها بميه. طبعا احنا عارفين دلوقتي الميه غليت قد ايه. المكان اللي هتغسلي فيه طبعا هيتوسخ، الميه هتبقى مغرقه في كل حته، البيت هيتبهدل بسبب ان انت بتغسلي السجاجيد في البيت. طبعا الحمام بيبقى ضيق، فبتضطري تغسليها في الصاله، تغسليها في اي مكان، فتحسي ان البيت مبهدل بسبب ان انت بتغسلي السجاجيد. ده غير كمان بقى الايام اللي انت بتغسلي فيها السجاجيد هتضطري ان انت تجيبي اكل من بره عشان مش فاضيه، عشان انت غسلتي السجاده وهلكتي. تاني حاجة بقى والأهم من ده كله، صحتك. انت غسلتي السجاجيد، تعبتي، رجليكي وجعتك، بعد اشتريتي شريط مسكن او علبة مسكن. شوفي علبة المسكن دلوقتي بكام. شوفي انت بقى، احسبي كل التكلفة دي وشوفي تكلفتك لو وديتيها السجادة تغسل في المغسلة. اولا هترجعك نظيفة جدا. ثانيا عقبال ما تودي السجاجيد المغسلة كنتي خلصتي حاجة تانية، يبقى انت كده انجزتي. يبقى ادي العيش لخبازه. شفتي المثل بقى مهم ازاي؟ ولو طبقناه في حياتنا فعلا هترتاحي جدا. كلنا كستات جه علينا العيد واحنا هلكانين. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا كل حاجة عايزين نعملها بايدينا. لا، فكري كده وشوفي اي حاجة اي حد يقدر يعملها بدالك خليه يعملها. سواء سجاجيد، سواء تنظيف شقة. لو انت مثلا الامور متوفرة ماديا معاكي، تقدري تجيبي حد يساعدك، حد يكون امين وكويس يساعدك، هيخليك الدنيا زي الفل. الفلوس اللي هياخدها دي انت هتوفري بيها صحتك. شوفي العمر اللي انت، يعني الساعة او الساعتين او التلاتة اللي انت هتنضفي فيهم، دول من حياتك انت، من عمرك محسوبة عليكي. فلو انت مقتدرة ماديا، الساعات اللي انت هتشتغلي فيها دي وجبتي حد بدالك، انت بتريحي فيهم اعصابك، بتريحي فيهم جسمك. بتهتمي في وقت دون، بتهتمي بنفسك في الوقت اللي انت قعدتي فيه فاضية. فلو فكرنا كده هنعيش كويس. طب انا مثلا فرض انا مش مقتدره ماديا، ما اقدرش اجيب حد يساعدني، يبقى بالراحه على نفسنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش كل حاجه هلكه ان انت جيل العيد يبقى لازم تنفضي وتعملي كله في وقت واحد. لا، يبقى الموضوع محتاج نظام. ان انت كل يوم هتعملي حاجه بسيطه، تنظيف عميق، حاجه بسيطه جدا. يعني النهارده مثلا ضرفه مطبخ، بكره الدرج، بعده هغسل البوتاجاز من بره. هتبصي تلاقي على مر الايام انت مش محتاجه حد ينظف معاكي، مش محتاجة التنظيفات اللي احنا بنعملها في مناسبات، سواء دخول رمضان، سواء العيد. كل دي بتبقى هلكة جدا جدا جدا، وبنحس بالهلكة بعد كده على صحتنا. ما تنسيش ان انت لازم تهتمي بصحتك. العظم ده حاجة ضرورية جدا اللي انت بتهلكيه. كل ما كبرنا في السن محتاجين كالسيوم، محتاجين فيتامينات، زي ما أنا قلت قبل كده في فيديو قبل كده. فانت بتضيعي كل ده وبتضطري تاخدي مسكن عشان تقدري تواصلي. ان انت هلكتي نفسك. المسكنات ضرر جدا على فكرة، بتعمل حاجات وحشة، امراض كتيرة في الكلى وفي الكبد، وكلنا عارفين الكلام ده. بس برضو بنضطر ناخدها عشان نخفف من التعب، عشان نقدر نواصل، مع ان الحل في ايدينا. زي ما قلت، اي حاجة انت هتلاقي نفسك تعبانة فيها وحد تاني يقدر يعملها، ولو ولادك برضو يساعدوكي، حاولي ان انت ولادك من صغرهم، لان ده بيبقى تعود على فكرة، ان انت تعودي ولادك لو اطفال، عوديهم ان هم وشجعيهم ان هم يشتغلوا معاكي، هيطلعوا واخدين على كده، متعودين على كده. طب فرضا انت ما علمتيش ولادك للاسف، وما يعني ما لحقتيش ان انت هم صغيرين ان هم يتعودوا كده، حاولي ان انت تجيبي حد يساعدك.
حاولي تعملي واحدة واحدة زي ما قلنا. لو توفر معاكي المادة هتساعدك كتير ان انت تخلي اي حد تاني يشتغل بدالك مكانك، يعني بدل ما انت طول النهار عمالة تشتغلي وتيجي بالليل. يعني انا متهيألي كل الناس في العيد قضيته في البيت نوم. يمكن في ناس كتير ما صلتش صلاة العيد بسبب التعب والتنفيض ونامت وما لحقتش صلاة العيد. يعني ولا لحقتي تفرحي ولا لحقتي تروحي صلة رحم. في ناس كتير برضو ما قدرتش ان هي تتحرك بسبب التعب، او راحت يعني لقرايبها في العيد وكده، بس قاعده من الهلكه تعبانه عايزه تنام من كتر المجهود. عايزين نبطل العاده دي في الستات المصريه، ان احنا نقعد نهلك نفسنا قبل العيد لدرجه ان احنا في العيد ما بنفرحش زي بقيه الناس، ما بن ما بنستمتعش بوقتنا. لا، استمتعي بوقتك وعيشي حياتك وشوفي نفسك وشوفي صحتك، وما تعيشيش على مسكنات. وما تتعبيش نفسك. زي ما قلنا انت مش مقتدره ان انت تجيبي حد يساعدك، يبقى واحده واحده على نفسك وبالراحه. وزي ما قلت كل يوم لو عملتي حاجه هترتاحي. يعني كل يوم لو قسمنا وقتنا وحاجات بسيطه جدا زي ما قلنا تنظيف عميق. والفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله هنشوف مع بعض حاجات ان احنا ممكن نعمل حاجات بسيطه كل يوم هتغنينا خالص على ان احنا ننفض التنفيضه الجامده اللي احنا بنعملها في العيد، ونقعد نشتغل ونقعد يعني صعب جدا حقيقي ان احنا نهلك نفسنا. زي ما قلت اكتر حاجه بتتعب السجاجيد، ودي في ايدينا ان احنا نوديها مغسله زي ما قلنا. بتهلك صحتنا وبتبهدل الشقه وبتبهدل الدنيا، وفي اليوم ده ما بنعرفش نعمل اكل بسبب ان احنا بنغسل سجاجيد. خلينا واقعيين، بلاش الفيديوهات التانية اللي تحط لك 10 سجاجيد وبتغسلهم في ساعتين. الكلام ده مش واقعي خالص ومش صح لان ما بيحصلش. نيجي نطبق، يعني ممكن اشوف فيديو مثلا، ممكن تشوفي فيديو مثلا حماس وكده وتنشطك او انت تقومي وتشتغلي وتعملي، وتلاقيها جايبه 10 سجاجيد. انت مش عارفه الفيديو ده هي عاملاه في وقت قد ايه. ممكن تكون عاملاه في اسبوع ومركباه على بعضه، اكيد يعني، ومركباه على بعضه وعاملاه في 10 دقايق. متهيألك انت بقى ان انت في ساعتين هتخلصي وتنجزي الدنيا. تبقى واحده طبخت وغسلت سجيد، كل ده في ساعتين. ما تصدقيش الكلام ده لانه مش واقعي وما بيحصلش. خليكي كده مع نفسك وخليكي واحده واحده. زي ما قلنا الحاجه اللي تهلكك حاولي ان انت تاخديها واحده واحده. وزي ما قلنا ارجوكي ودي السجاجيد تتغسل في المغسله، هتوفر عليك كتير، هتوفر صحتك، وكمان هتجيلك نظيفه جدا. وعقبال ما السجاجيد تتغسل تكوني خلصتي انت تنظيف وخلصتي مسح وتجيلك على نظافه. هتوفري كتير، هتوفري مصاريف اكل انت هتجيبيها وانت عماله تغسلي في سجاجيد ومش قادره وهلكانه تعملي اكل، هتجيبي اكل من بره. تاني حاجه الشقه هتبقى متبهدله، ورجلك هتوجعك طبعا من دعك السجاجيد ومش هتطلع نظيفه زي المغسله زي ما قلنا. لان احنا قلنا ان المغسله فيها تطور جامد دلوقتي، ما بيغسلوهاش بالطريقه بتاعتنا، لا في مكان مخصوص هتجيبها لك زي الفل. صدقيني مفيش اغلى من الصحه، ونخلي بالنا من صحتنا. وزي ما قلنا لو مشينا واحده واحده هنبقى كويسين جدا. بالنسبه بقى للفيديوهات اللي شغاله دي وانا بتكلم، دي فيديوهاتي عاملاها قبل كده معاكم. ده فيديو الغساله، ازاي ان احنا نغسل الطرح ما تتبهدلش مننا في الغساله، وفي نفس الوقت لما نيجي ننشر الغسيل نلاقيها كلها مع بعض متكومه مع بعض على طول، ما تتبهدلش ولا تقطع في الغساله. وكمان الشرابات برضو زي ما هوريكم كده نربطها برضو بتوكه صغيره او استك. الفيديو ده بالكامل على قناتي، هتلاقوا فيديوهات اكل وفيديوهات كمان ريفيو عن الغسالة دي، ازاي نشغلها وازاي الغسيل يطلع معاك نضيف زي ما احنا شايفين. كل دي فيديوهاتي على القناة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك كل جديد. زي ما احنا شايفين كده الشرابات اهي جمعتها كلها. دايما مشكلة الستات المصرية ان دايما الشرابات كل فردة بتروح في ناحية ومنلاقيهاش. لا، انت جمعيها كده وحطيها في الغسالة، هتبص تلاقيها اتغسلت كلها زي الفل. وعلى فكرة بتطلع نظيفة جدا زي ما هنشوف كده، وهتطلع برضو مربوطة بالاستيك زي ما احنا شايفين. تيجي تنشريها تلاقي الفرد كلها موجودة. طبعا الفيديو ده انا بتكلم كده براحتي، مش عاملة مونتاج ولا حاجة. انا بكلمك الكلام اللي من جوه قلبي الواقعي. ما تصدقيش اي فيديوهات ان هي تجيلك تهدي الدنيا كلها في يوم. هتيجي انت تبدأي تعملي كده، لو عملتي وقلتي الفيديوهات اللي هي بتهدي الدنيا في ساعتين دي مش هتقدري تواصلي ومش هتقدري تكملي. وهتفتكري نفسك انت فاشله. انت مش فاشله ولا حاجه، بالعكس ده الطبيعه بتاعت الانسان، ان انت ما تقدريش تعملي كل ده في وقت واحد. يعني انت برضو خلي بالك من صحتك وما تعمليش فيها سوبرمان. دايما بلاقي ستات تعمل نفسها سوبرمان، هيجي على دماغك بعد كده على فكره وهتبص تلاقي صحتك نزلت
وما قدرتيش تكملي وهتقفي في نص الطريق. اهم حاجة واحدة واحدة، ونيجي بالراحة على نفسنا، خلي بالنا من صحتنا، علشان ما تضطريش ان انت تاخدي مسكنات، ومسكنات زي ما قلنا ضرر وتضطري تتعالجي. لا، خلينا كده براحتنا واحدة واحدة. وده الفيديوهات بتاعتي، اتمنى ان شاء الله تعجبكم، واتمنى تتفرجي عليها كاملة على القناة زي ما قلت. وان شاء الله في فيديو تاني هنتفرج بقى على ان انت تعملي تنظيف عميق واحدة واحدة ازاي، وبالراحة خالص من غير ما نتعب نفسنا. يجي علينا العيد واحنا شقتنا زي الفل ونضيفة وكمان مستريحين، ونقدر بقى نصلي براحتنا، نقدر نروح نزور قرايبنا براحتنا، ونقدر كمان ولا ناخد مسكنات ولا نحتاج لها خالص، ونعيش كده كويسين ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. وزي ما شفنا الفيديو اهو بتاع ورق العنب تحفة، ان شاء الله تشوفيه على القناة كامل هتلاقيه موجود، وكمان طريقة حشو جديدة لورق العنب. اتمنى فيديوهاتي تكون عجبتكم، وان شاء الله هنتقابل ان شاء الله في فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.